إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم آمرا عباده واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن الله عز وجل أمرنا في هذه الآية وفي غيرها من الآيات في كتابه الكريم، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم بسنته يأمرنا بأن نتقي، يأمرنا الله عز وجل بأن نتقي، ويأمرنا نبيه صلى الله عليه وسلم بأن نتقي الله عز وجل. وفي هذه الآية عباد الله يأمرنا الله عز وجل بأن نتقي ذلك اليوم، وهو اليوم الموعود، وهو اليوم الذي يحشر فيه جميع الخلائق الأولون والآخرون، بأن نتقيه. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، أن نتقيه لأنه في ذلك اليوم يكون العذاب، لأنه في ذلك اليوم يكون الجزاء، لأنه في ذلك اليوم تكون الأهوال الشدائد والمصائب العظام، ولا ينجو العبد منها إلا بأن يجعل بينهم وبين عذاب الله وقاية. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم عباد الله، كلنا راجعون إلى الله عز وجل، وكلنا آئدون إلى الله عز وجل. لا مفر من مالك ولا مهرب، لا مفر من مالك ولا مهرب. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز،
وسيرت الجبال فكانت سرايا إن جهنم كانت مرصادا واتقوا يوما ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ذلك اليوم الذي قال الله عز وجل فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمر الله عز وجل بأن نتقيك وبين لنا بأننا راجعون إليك وآلون إليك ومجزيون بالأعمال إن صالحا فخيرا وإن طالحا فلا يلومن العبد إلا نفسه. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم ماذا عباد الله ثم ماذا عباد الله يكون في ذلك اليوم ثم توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت. نعم عباد الله نوفى جميع الأعمال في ذلك اليوم نوفى جميع الأعمال في ذلك اليوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا إلى أن قال الله عز وجل في آخر هذا الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها نجازى بغير ذلك اليوم. نرى تلك الأعمال التي عملناها في هذه الحياة الدنيا صغيرا أو كبيرا خيرا أو شرا في ذلك اليوم يوفينا الله عز وجل الأعمال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم أي يجمعها لكم ثم أوفيكم إياها. متى يكون الوفاء في ذلك اليوم؟ فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يقول الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول الله عز وجل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أي محضرا تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ويقول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عندما يقول المديرون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا وهي مسجل
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. نسأل الله لي ولكم التوفيق والسلام، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد عباد الله، فإذا علمنا أننا راجعون إلى الله عز وجل، وأيقنا بأننا مجزيون بالأعمال كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إذن الواجب علينا عباد الله أن نسعى لأن نخلص أنفسنا، لأن نكون من الفائزين، لأن نبتعد من الخسارة الأبدية السرمدية. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أي من أبعد عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز الحقيقي عباد الله، أن تكون من أهل الجنان. ومفهوم مخالفة هذه الآية أن من لم يزحزح عن النار بل أدخل فيها وأبعد عن الجنة فإنه من الخاسرين. أولئك الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة بما كانوا يعملون. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عباد الله، إنما في هذه الحياة الدنيا في دار سفر ولسنا في دار العرض، إنما في هذه الحياة الدنيا في كل يوم يمر علينا من أيامنا نتقدم إلى أجلنا، نتقدم إلى الدار الآخرة. ليس هناك تراجع أبدا، بل تقدم. نعم عباد الله، بل وليس هناك توقف. رأينا رجلا توقف عمره في 40 لمدة 3 سنة، لا عباد الله، أو رجل توقف عمره في 30، ليس هناك توقف. أو رجل كان عمره 30 ورجع إلى عمر 20، لا عباد الله، بل كل يوم يمر علينا أولا مسجل فيه أعمالنا وأقوالنا، ثانيا يقربنا من آجالنا، يقربنا من آجالنا عباد الله. إذن فالعاقل اللبيب من يتبع بغيره، فالعاقل اللبيب من يسعى لخلاص نفسه ولنجاحها وفلاحها وفوزها في الدنيا والآخرة. وكيف يكون ذلك عباد الله؟ هل يكون في ضعف الأوقات بدين ومال؟ هل يكون بظلم الناس؟ هل يكون
بمن اتقى، لأن في تزكية النفس سبب لأن تضعف وتكسل عن عمل الطاعات. فإذا كان العبد يزكي نفسه فإنه يرى أن أعماله كثيرة، ربما في بعض الأحيان هذه الأعمال كثيرة يترك قراءة القرآن، ربما في بعض الأحيان يترك النوافل، لأنه يرى أنه من عباد الله الصالحين. لكن إذا كان العبد يستشعر في نفسه أنه مقصر دائما في حاله، يستشعر أنه مقصر وهو مقصر، كلنا مقصر عباد الله، ذنوبنا كثيرة، سيئاتنا عظيمة، ونعم الله عز وجل علينا كثيرة، فنحن لم نطالع ونحن عباد الله، لم نشكر الله عز وجل على النعم بعبادتنا، وإن صمنا النهار وقمنا الليل وقرأنا القرآن، فنحن لا نستطيع أن نوفي شكرا بنعمه. فكيف نحن عباد الله لا نصوم النهار ولا نقوم الليل إلا ما كان واجبا علينا، وبالمقابل سيئاتنا كثيرة وذنوبنا قد غرقنا فيها، عباد الله. نختم بهذين المثلين نضربهما على المسامع لكي نعلم عباد الله حقيقة من يتقي الله عز وجل، لكي نعلم عباد الله حقيقة من نرى أنه مقصر وهو قد شهد له بالجنة، لكي نرى حقيقة أنفسنا بأننا مقصرون، وفوق ذلك نزكي أنفسنا. هذا أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء والرسل، بعد الأنبياء والرسل أفضل الخلق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ذلك النبي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، هذا النبي تصدق بماله كله عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، أدع بماله. قال يا أبا بكر ما أعطيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. هذا الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو يمشي على الأرض. ومع ذلك عباد الله انظروا إلى ماذا يقول. ذات يوم لقي حنظلة في الطريق، أبو بكر لقي حنظلة فقال له أبو بكر ما شأنك يا حنظلة؟ قال لا ترى حنظلة. انظروا عباد الله، يتهم الصحابي الكريم نفسه بالنفاق، فما بالي وقالوا يا عبد الله نافق حنظلة أحدنا عباد الله. إذا قيل له أنت منافق لربما أراد الدنيا ولم يقعدها، ونحن أحق بهذا الوصف لأننا منافقون
ذلك عباد الله، مع ذلك عباد الله، عندما طعن رضي الله عنه وارضاه ضعفه ذلك المجوسي ابو لؤلؤه وهو يصلي للناس صلاه الفجر، فاخذ وحمل الى ذلك والدم يسكب من جرحه، وكان اذا شرب شيئا او اكله خرج من ذلك الجرح. مع ذلك بكى فقال له ابنه عبد الله بن عمر ما يبكيك يا ابتي؟ لقد صحب رسول الله ولقد فعلت قال لو اني القى الله كفافا لا لي ولا علي، لو اني القى الله كفافا لا لي ولا علي لتزكي نفسك. وقال ايضا رضي الله